قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما بلغ الله بكماله أشهد بجماله أشهد وصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله سارے بزرگ دوست ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اول آخر دروشی پڑھ کے ملا کر آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات پاک پروردگار تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ایسالی ثواب کی محفل سجائی اپنی بارگاہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تیری نازل کرتا پاک نام میں پاک سلام پڑھی سورہ یاسین کثرت نام پڑھی ذکر و اذکار درود و سلام پڑھی ختم بات پڑھی اپنی مقدس بارگاہ آدر نام اپنے مقدس بارگاہ یا رب العالمین پاک کلام ترجمہ ذکر و ذکر درود و سلام عادت نام تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دے حضور رسول سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین طیبین طاہرین دے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات آل پاک اولاد پاک صحابیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام شہدائے غزوہ بدر حنین خیبر خندق احد تبوک شہدائے اسلام شہدائے کرب و بلا تابعین تبع تابعین غوث کتب ابدال قلندر اولیاء اللہ جتنے بھی تیرے نیک برگزیدہ بندے سب دے حضور شہر جنڈیالہ شیرخان دے جو بھی ولی اللہ بزرگ سب دے حضور انہاں بزرگاں دے حضور توفاتاً ہدیاتاً نظراناتاً پیش کرنے کو فرما مالک اپنے محبوب بندے دے ذریعے ساری مالی جسمانی روحانی جاتی عطا فرما اپنے محبوب بندے دا قرب صحبت محبت مدد عطا فرما پاک کلام کی برکت دے نال ذکر و ذکر درود و سلام کی برکت دے نال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جدیدہ دے نال اپنے فضل و کرم دے نال سب مسلماناں دے مال جان اولاد رزق عزت علم عمل ایمان دے وچ گھراں دے وچ خیر و برکت عطا فرما جنہاں جنہاں اس پاک محفل دے وچ حصہ بنایا ہے مالک سب نو دین دنیا دی نعمتاں دولتاں عزتاں برکتاں عطا فرما سب نو دینی دنیاوی نعمتاں دے نال مالا مال فرما یا رب العالمین ساڈی دعاواں دی بارگاہ دے وچ قبول فرما مالک عزت و سماوات پاک نام دا جو ثواب ذکر درود سلام دا جو ثواب عادت دعا دا جو ثواب تمام مسلماناں دے رواج حق وچ حضرت آدم علیہ السلام کی امت تو لے کے حضور علیہ السلام کی امت کی تو اج تک جو بھی مسلمان مرد عورت بوڑھے بچے اس دنیا فانی تو پردہ کر کے سب دے رواج حق وچ ہم سب کے عزیز و قربا بوجھ داد وچ جڑے دنیا فانی تو چلے گئے سب دے رواج حق وچ اس شہر خاموشاں والیاں دے رواج حق وچ پیش کرنے سب دے حق وچ درجہ بدرجہ عطا فرما سب دی قبراں نوں گلو گلزار بنا جنت دے باغاں چ باغ بنا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت اور شفاعت نصیب فرما ساری دعا نو اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرما یا الہی رحم فرما ہم پر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں اس کے صدقے سے جسے محمد صلی اللہ کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ نظر کرم کیجیو خدا کے واسطے مشکلیں حل فرماؤ شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہدائے کرب و بلا کے واسطے جس کسی نے بھی دعا کے واسطے کہا یا رب کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق ہی و نور عرشہ و زینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین